بعت للمماليك قال لهم لو ما كانش عندكم رجاله نبعت لكم رجاله من عندنا. طبعا هي مش اهانه للمماليك بس، لا دي اهانه لمصر كلها، لان المصريين لما عرفوا الشارع العام اتقلب، وظهرت وهتافات والمشايخ ازاي وما ينفعش، الشارع العام اتقلب. تنازلت عن الحكم لمين؟ لحيبه. طيب التنازل ده بضمان ايه ان هي تتجوزه؟ فين بقى الغصب؟ فاحنا هنا انت قدام امر واقع. ايه الامر الواقع؟ اولا الدوله العباسيه هاتولي كلب بيتباع في سوق الجمعه يحكم مصر ولا ان المصريين يحكموا نفسهم. وبنفس المبدا ده الدوله العثمانيه مارست نفس الطغيان على مصر. كلب. ولا ان المصريين يحكموا مصر، ولا ان صاحب الارض وصاحب البلد يحكم. ليه؟ علشان ما يستقلش بالبلد. محمد علي ولا ليه؟ وهو من المرتزقه. مرتزقه حاجه اسمها الباشي بزق، اعمل بحث على جوجل واتفرج على مناظرهم العره. هو نفسه شهد في مذكرات حفيده عمر توسن وكلود بيه، كذا حد كان جاي معهوش البطانيه اللي هيتنيل يتغطى بيها. محمد علي الباشا جاي معهوش البطانيه اللي هيتغطى بيها. من فرقه الباشي بزق المرتزقه. الدوله العثمانيه العاليه الباب العالي وافق ان ده يحكم مصر، ولا ان واحد زي عمر مكرم نقيب الاشراف يحكمها. الحر ابن الحر ابن حر ابن حر لحد اكل. ولا ان واحد زي شيخ الازهر يحكمها واشرف من محمد علي ومن سنين. ولا ان مثلا واحد زي الحجاج الخضري، زي اي حد من الناس الشرفاء اللي عايشين في البلد. المحروقي رحمه الله شهبندر تجار مصر وخيره على العثمانيين واستفد العثمانيين، واشرف واطهر منهم نفر. ليه ما يحكمش؟ لا، احنا نجيب كلب من سوق الجمعه، انا بكررها، ولا ان مصر يحكم. فهمت؟ ايه رايك؟